الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هعمل لكم توفير التوفير على كل الناس الحلوين وحبايب قلبي. هنسمي بسم الله. هنا معانا مكعب شوكولاتة خام زي ما انتوا شايفين كده. انا بكسره هنا واحطه في اي حاجة عندي علشان اعمل له ان انا اسيحه واعمل له حمام مية او احطه باي ميكروويف. اللي عنده ميكروويف، اللي ما عندوش يعمله على حمام مية يا جماعة. واحط عليه شوية زيت، بس زيت يكون نظيف وملوش ريحة. وهنا بقول لكم ان نوع الشوكولاتة اللي انا بستعمله اللي هو سما، انا مجرباه كذا مرة وبصراحة طعمه كويس. وملهاش ريحة وطعمها ممتاز. هنا يا جماعة بعد ما سيحت انا الشوكولاتة عملتها على حمام مية اهي كده ساحت. ومعانا المكونات التانية، معانا فورماسير وده سمسم محمص، ومعانا جوز الهند وده زبيب، وعندنا سوداني زي ما انتوا شايفين كده. ودي قوالب سيليكون يا جماعة ان انا هصب فيها الشوكولاتة، هعملها زي الجاهزة بالظبط علشان لو جالي ضيوف اقدر اقدمها وتفرحي اولادك بيها برضو. وان شاء الله هتبقى موفرة من قالب شوكولاتة واحد بس. هتعملي الكمية اللي هوريها لكم في اخر الفيديو، بس كملوا معايا الفيديو يا جماعة علشان هتشوفوا فيه حاجات حلوة بإذن الله. كملوا معايا الفيديو بإذن الله. هنا ديت القوالب اللي هي البلاستيك. انا هنا بدهنها دهن الزيت بسيطة علشان ما تلزقش مني لما اجي اقلب الشوكولاتة. وهنا عندي قوالب كده كانت بتاع حلويات عندي برضو استعملها. اي قوالب يا جماعة المتاح عندك كله، ما توقفيش نفسك، اي حاجة موجودة في البيت اقدر امشي بيها نفسي. وهنا يا جماعة هبدأ بقى ان انا هوريكم ان انا اقدر احشي الشوكولاتة نفسها من جوه وعلى الوش، وهوريكم دلوقتي. بس كملوا معايا الفيديو يا جماعة اهو. انا هبدأ دلوقتي ان انا هجيب اي حاجة كده ان انا تسهل عليا ان انا اصب فيها. فجبت بقى الوعاء ده ليه زي بوس كده علشان اقدر اصب بيه واسهل على نفسي. وقالب الشوكولاتة ده يا جماعة بيقطع معايا كمية وفيرة، اقدر اغلفها في اي سوليفان عندي او اي اكياس واحتفظ بيها في الفريزر، واقدمها لضيوفي في اي وقت تجيلك ضيوف. اهو يا جماعة كده جبنا القالب السيليكون. هبدأ اوزع فيه مثلا. اول حاجة هنبدأ نحط فورماسير والمكسرات يا جماعة برضو المتاح عندك، ما توقفش نفسك. وده سمسم محمص. لازم محمص يا جماعة، ما ينفعش اللي هو الأبيض. وهنا هبدأ أحط معاكم اللي هو جوز الهند، وأوزع كله يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ أصب الشوكولاتة اهو، هاملة كل القوالب كلها زي ما انتوا شايفين. وكل قالب يا جماعة هعمله بحشوة مختلفة عن التانية، بحيث ان انا في المجمل الاخراني خالص هبقى عندي تشكيلة شوكولاتة. كل شوكولاتة بحشوة مختلفة عن التانية، وان شاء الله هتعجب الاولاد وتعجبكم. وعايزة بقى لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة حلوة منكم كده يا جماعة، علشان بتشجعوني بالتعليقات اللي بتبعتوها لي وبتفرحوني والله. اهو يا جماعة، وان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم وهيعجب اولادكم وهيعجب كل ضيوفكم باذن الله، وتبقى حاجة كده تشرفك قدام ضيوفك. اهو يا جماعة انا عملت كل القالب اهو. هبدأ اخبطه خبطة خفيفة بس كده علشان اساوي السطح بتاعها. وهبدأ هنا برضو احط برضو هنا الاول بقى. هنا هعمل حاجة مختلفة، ان انا هصب نص القالب الاول، وبعد كده هحط الحشوة في النص، وبعد كده هبدأ ان انا اصب عليها الشوكولاتة واغطيها كلها علشان الحشوة ما تبانش، وتبقى الحشوة في النص بس. طبعا يعني اكتر حاجة بتليق مع الشوكولاتة هو السوداني. زي ما انتوا شايفين كده بتديها طعم جميل ومذاق حلو برضو. وبتدفينا الشوكولاتة دي يا جماعة في الشتاء، وبتدينا طاقة وبتدي للأولاد طاقة برضو، وتساعدهم على ان هم يذاكروا. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وما فيش حد ما بيحبش الشوكولاتة، كل الأطفال كلها بتحب الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. ومش الأطفال بس والله، والكبار كمان بتعشقها وبتحبها.
كده انا خلصت برضو القالب ده اهو، غطيته كله. هبدأ برضو اغطي، اعمل واحد تاني مختلف بقى. احنا اللي فات ده عملناه بالسوداني، وده هنشكله تشكيلة تانية خالص. زي ما قلت لكم كده ان كل حاجة انا مشكلاها بحاجة تانية علشان في الاخر نلاقي الشوكولاتة كلها مختلفة عن التانية. هنا انا حطيت زبيب، بس هو كمنه غامق شوية فمش باين من الشوكولاتة، بس طعمه مع الشوكولاتة يا جماعة روعة وطعمه جميل، جربوه وان شاء الله مش هتندموا. وهنا حطيت رشة سمسم خفيفة كده على الوش علشان تدي برضو طعم ولون. وهنا دي فورماسيرا. التشكيلة دي طبعا على حسب ذوقك انتي، واللي بتحبوه برضو. المكسرات الولاد بيحبوها، اي مكسرات يا جماعة انتوا بتحبوها او اولادكم بتحبوها، انتوا بقى دي تجيبوها على ذوقكم. كل واحد طبعا وعارف اولاده بتحب ايه. وطبعا انا لما هنا صبيته في القوالب كده بيديني الشوكولاتة شكلها صغير كده، والمجموعة كلها هتشوفوها في الآخر. ده حبيت برضه أشكل، عملت منه قالب كبير. حطيت هنا زي كده صف فول سوداني، وصف زبيب، وصف جوز الهند، وفورماسيرا، بحيث ان هو في الاخر يديني قالب مشكل. وفي الاخر هقسمه لكم واوريكم الحشوة ديت هتبان ازاي يا جماعة، والطعم هيبقى خطير بإذن الله. هتبقى هنا كده دي شوكولاتة مشكلة من جميع المكسرات اهو يا جماعة. هنا برضو لازم اخبطها خبطة خفيفة كده، علشان كده بفرد الشوكولاتة وبساوي السطح بتاعها. وبعد كده هملى كل القوالب دي يا جماعة، وهخلص مقدار الشوكولاتة اللي عندي. وبعد كده هقول لكم على الخطوة اللي بعد كده. بس لازم يا جماعة ان انا اخبطها خبطة خفيفة كده. هخلص انا بقى كل الكمية وارجع لكم. كده خلصنا كل الكمية يا جماعة، شايفين بسم الله ما شاء الله قطعت معايا كمية قد ايه. ولسه هوريكم برضو بعد ما تجمد. انا هحطها لمدة 10 دقايق كده في الفريزر اهو يا جماعة. بعد مرور 10 دقايق حطيتها في الفريزر كلها، وكده دلوقتي هبدأ ان انا هفضيها معاكم في اي طبق التقديم اهو يا جماعة. شايفين هنا دي السيليكون سهلة ازاي، علشان كده بقول لكم لو لقيتوا قوالب سيليكون يا ريت تشتروها وما تترددوش، علشان بتبقى سهلة في اي حاجة انا اعملها فيها اهو يا جماعة. شايفين شكل القوقعة، شايفين شكلها حلو وجميل ازاي. وعلى هيئة قلب برضو. الاولاد بتحب الاشكال ديت يا جماعة وبتشجعهم على الاكل. وزي ما قلت لكم ان الشوكولاتة بتدي طاقة للجسم، وبتدفي في نفس الوقت في البرد اللي احنا فيه ده اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده فضيت القالب كله معاكم، وهفضي القالب البلاستيك ده. شايفين يا جماعة اول ما عملته بس كده علشان انا دهنته زيت فبينزل معايا على طول، هي خبطة خفيفة كده بتبص تلاقي نزل معاك على طول. هنا ده شكل الوردة يا جماعة، والتانية شكل النجمة اهي. شايفين يا جماعة الشكل، بس هو التصوير بس الإضاءة بس هي اللي ايه اللي عاملة شوية مش مبينة. بس والله في الواقع ان الشوكولاتة شكلها بيلمع وزي بتاع بره بالظبط واحسن كمان. ودي اللي هي محشية سمسم، دي حشيتها سمسم وعملتها في قالب مدور. ودي برضو كان قالب مدور عندي. وده القالب اللي انا قلت لكم هشكله لكم، اللي هو الفول السوداني وتشكيلة المكسرات كلها مع بعضيها. وديت على هيئة فراشة. برضو حبيت اعملها، عملتها مليتها نص. ده الفراشة بتاع كب كيك، فانا مليته نص علشان يديني في الاخر شكل الفراشة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما قلت لكم كده الاولاد بتحب الاشكال دي، بتشجعهم ان هم ياكلوا منها. اعملوها يا جماعة ما تكسلوش، وفرحوا أولادكم وقدموها لحبايبكم وضيوفكم. كل اللي هيشوفها هيحسبها ان هي جاهزة. نحتفظ بيها يا جماعة ان احنا لو عندنا ورق زبدة نلفه بيها، او ورق سلوفان، او نحطها في اكياس بلاستيك ونحتفظ بيها في اي علبة في التلاجة على الرف، مش هيجرى لها اي حاجة. وناخد منها الكمية اللي احنا حابينها، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. وشايفين الكمية يا جماعة وفيرة، دي اللي انا بقول لكم اللي هي الحشوة. شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي، باينة الفول السوداني والفورماسير وجوزة الهند اهو يا جماعة.
والسوداني مع الشوكولاتة بيديها مذاق جميل وروعة. شايفين الكمية كلها يا جماعة من قالب واحد بس شوكولاتة عملت كل الكمية الطبق الحلو ده. ودي الحشوات المختلفة اللي انا وريتها لكم. جربوها يا جماعة ان شاء الله مش هتندموا. عايزة منكم دعوة حلوة وتعليق جميل منكم، بتفرحوني وبتشجعوني اعمل لكم كل جديد وموفر، وكل حاجة موفرة انا ان شاء الله هعملها لكم في البيت. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة حبايب قلبي، مع السلامة.